مقهى النجمة، المقهى القديم التراثي اللي له طابع تراثي قديم. هذا المحل قديم من أيام الفرنسية تقريبا. أنا ورثته عن المرحوم والدي سليمان صليبة، وأنا موريس سليمان صليبة، وأحب أبقى على هذا التراث القديم. الطراز القديم هو تراث مدينة القامشلي، والناس تجي على مقهى النجمة من جميع الطوائف، إن كان كردا وعربا وسريانا وأرمن، كله مجتمع فسيفسائي كامل. يعني أنا أريد أحافظ على التراث القديم، تراث الوالد، وهذا مقهى قديم معروفة في مدينة القامشلي. قصة التطوير، مقهى شعبي، يعني ما في حاجة للتطوير والتحديث. أنا زلمة متقاعد ختياري، يعني ما عندي شيء. اجي اتفضل شوي، برك شوي، اشرب لي كاس شاي، فنجان قهوة، اشوف اصدقائي، تمام، اتحوج من السوق، يعني اشتري اغراض من السوق للبيت، وبعد على الوحدة، على 2 على الساعة 1 الظهر بروح على البيت. لا، أنا أجي لهون بالعادة أكثر شيء أنه أتونس بهالقهوة، مع العلم كثير قهاوي أو كافيات موجودة انترنت عادي، بس أنا أرتاح بها لأنه قديمة هاي. يعني أجي أقعد ساعة، ساعتين، 3 أرتاح بها، أشرب نفس أرجيلة، نلعب شط طاولة، مرات نتناقش أنا وهل يجي موجود على أمور هالبلد ما أمور هالبلد. يعني أكثر شيء أرتاح بها هذه. أنا الناس الوحيدة اللي هسه أنا عندي قليل، مع العلم أنه موجود تليفون عندي، بس فيسبوك، ماسنجر، يعني هذه كلها ارتاح عندها، لانه انا اجيت ارتاح بها، ما افتح نهائيا. يعني نتناقش انا وخوي ولا اخوي ولا صديقي مشان هالمواضيع هاي، طلعوا برا الشباب، لانه اغلب الشباب تدمرت على اي مستوى. اذا نروح على اي كافيه تلاقي مسك تليفونه وبلش يلعب به، واحد ما يفهم من قعدته. هذه يعني تقريبا شو بتقولها اقدم قهوه بالمنطقه، قربيس. والله احنا نجي من شي 15 سنة. هو صاحب القهوة صديق، تعتبر قهوة شعبية، يعني ملمة بكل أصدقائنا قاربنا اللي بدنا نشوفه يجي نلتقي بهالقهوة هاي. نحن يعني شباب 17 سنة 18 سنة نجي، وهو شاب يعني صديق وأخلاقه كويسة. موريس يتحلى بالصفات الطيبة، ومقهى شعبي كمان أسعاره كويسة، يختلف عن تعرفين أهل الكافيتريات هدول فتحوا جديد. قهوة شعبية تعتبر متوارثة أبا عن جد.